ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل فلافل او الطعميه المصريه. المقادير بتاعتها سهله جدا واحلى من بره بكتير. النهارده جوزي هو اللي هيعملها لنا ان شاء الله، بيعملها لنا دايما جميله جدا. معانا نص كيلو فول مدشوش، نقعينه قبلها ب 12 ساعه، وتاني يوم بنرمي الميه اللي هو منقوع فيها وبنغسله كويس وبنبدا ان احنا نستخدمه. انا مقطعه مع نص كيلو فول 4 بصلات كويسين كده حلوين حجمهم كويس، ومعاهم حزمتين بقدونس وحزمتين كزبره، وفي مثلا فص توم كده حلو، يعني ممكن نقول 10 فصوص توم ولا حاجه، والتوابل بنحطها في الاخر. هو هنا قسم الكميه على جزئين لان الكبه مش هتاخد الكميه كلها. حط البصل مع توم مع الخضرة مع الفول، وهنبدأ ان احنا نشغلها عشان يتفرموا كويس. طبعا احنا كل فترة بنريح الكبة عشان ما ينفعش ان هي تفضل شغالة طول الوقت، وكمان بننزل الجناب بتاعتها بمعلقة كده عشان اللي في الجناب يتفرم كويس معاها. فكل فترة بنبدأ ان احنا نريحها ونفتحها وننزل الجناب عشان خاطر الخليط كله يبقى الفول والبصل والخضرة كله مخلوط كويس، وبنرجع نشغلها تاني لحد ما بنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. الفلافل عايزينها ناعمة، فبنصبر عليها لحد ما بتدينا الشكل اللي احنا عايزينه. بنبدأ ننزل من الفتحة بتاعت الكبة الفول واحدة واحدة، او ان احنا بعد ما بنخلص الكمية دي بننزل غيرها، لان احنا عندنا الكمية كبيرة شوية فالكبة مش هتكفي. فاحنا بعد ما فرمنا حبة بس هي ما اتفرمتش قوي هنرجع نعيد عليها تاني. حطينا الكمية التانية الفول والبصل والخضرة وكل المكونات اللي احنا حاطينها والثوم، وهنبدأ ان احنا نضربها تاني كويس. طبعا دي كمية تانية، وبعد كده بنخلطهم على بعض بعد ما بنضربهم كويس، وبنرجع نحطهم تاني في الكبة لان احنا عايزين الفلافل ناعمة جدا، فاحنا بنفضل نضرب فيها في الكبة. بس كل شوية طبعا زي ما قلنا ان احنا بنوقف وبننزل الجناب بتاعتها عشان خاطر ما يتبقاش معانا فول كبير، بتبقى كلها مطحونة كويس، لازم تتضرب كويس في الكبة. فاحنا هنا الكميتين على بعض بنخلطهم، وبعد كده هنرجع نحطهم تاني في الكبة نضربهم لحد ما ينعموا خالص، وبعد ما بتنعم بنبدأ ان احنا نضيف عليها البهارات بتاعتها. في ناس بتحب تحط عليها حمص، لو هتحطي عليها حمص بتنقعي الحمص برضو من بالليل زي الفول بالظبط، وتاني يوم بعد 12 ساعة بتبدأي ان انت تصفي ميته وتغسليه وتضربيه معاهم زي ما انت بتضربي كده كل المكونات بتضربيه معاهم. في ناس بتحبها كده، بس احنا دي بالنسبة لنا احنا بنعملها دايما وطعمها جميل جدا بصراحة. بره الناس بتحط عليها كمان عيش بلدي بيبلوه بيزودوه عشان بينفش الفلافل. احنا مش بنحب نحط عليه العيش، هي كده برضو زي ما قلت لكم احنا بنحب طعمها كده جدا، وزي ما انتم شايفين شكلها بصراحة جميل وريحتها احلى، ولما يتحط لها التوابل هتبقى احلى واحلى. بصوا حبايبي، احنا بنميل الكبة كده على السكينة شوية عشان اللي في الجناب ينزل على السكينة ويتضرب. زي ما انتم شايفينها كده بقت ناعمة خالص. بنميلها على الجنبين بحيث ان كل الجوانب تنزل على السكينة وتبدأ ان هي تتضرب معاها، وبنضربها كتير زي ما قلت لكم لحد ما بتبقى طرية زي ما انتم شايفين كده وناعمة. بصوا بقيت بتجري في الكبة بجد جميلة قوي. طبعا اللي انت هتعمليها في البيت احلى من بره بكتير، ده غير ان هي اوفر. دلوقتي الفلافل بره غالية بصراحة، انا معرفش ليه، فاللي انت هتعمليها في البيت هتبقى احلى واوفر بكتير. ده الشكل اللي احنا عايزين نوصله في الاخر، شكلها جميل جدا وريحتها احلى، واللي انت هتعمليها هتبقى احلى واحلى بصراحة من انك ان انت تشتريها من بره. كده احنا هنبدأ ان احنا نفضيها في بولة ونحط عليها التوابل بتاعتها. نشوف التوابل بتاعتها دلوقتي عبارة عن زي ما انتم شايفين شكلها كده يا جماعة. بصوا زي اللي بيعملها الراجل بالظبط، ويمكن احسن. شايفينها عاملة ازاي؟ جميلة جدا.
دلوقتي هنحط لها التوابل. هنحط ملح، الملح حسب الطعم، يعني ممكن نحط، احنا حاطين عليها معلقة كبيرة ومعلقة ونص، وبرضو في الاخر دقناها. وبعد كده حطينا معلقة ونص كزبرة، ومعلقة ونص فلفل اسود، ومعلقة ونص شطة، والشطة برضو حسب الرغبة. وحطينا معلقة كمون، دي البهارات بتاعتها: شطة، فلفل اسود، كمون، كزبرة وملح. طبعا على حسب الرغبة، يعني الملح والشطة بالاخص على حسب الرغبة. وبعدين بنبدأ نقلبها كويس قوي عشان البهارات كلها والملح يتقلبوا فيها وتاخد طعم البهارات اللي احنا حطيناها. بنبتدي ان احنا نعبيها في اكياس عشان نخزنها في الفريزر. بنعبي في كل كيس الكمية اللي احنا بنستخدمها في كل مرة. ما بنعبيش اكتر، يعني مش هنعبيها مثلا احتياجنا مثلا على 3 مرات في كيس واحد ونبدأ ان احنا نطلعها وتفك. لا، كل مرة بنستخدم الكمية اللي احنا عايزينها، بنعبيها في كيس، وبنبدأ ان احنا نحط الكياس دي في الفريزر بعد ما بنعبيها كلها. احنا كده يا جماعة عملنا كمية الفلافل اللي هنفطر بيها او نتغدى بيها او نتعشى بيها الشهر كله. يعني عملت معانا كمية محترمة حلوة. نص كيلو الفول عامل 5 جنيه، يعني مع الخضرة مع البصل مع الثوم. الكمية دي مش هتعمل معانا 10 جنيه. لو روحت تشتريها من بره مش يعني هتشتريها الكمية الموجودة قدامنا دي ب50-60 جنيه. فالموضوع كده اوفر وانضف واحلى بكتير. صدقوني ريحتها تحفة جدا وجميلة، وبصراحة شغل ايدك هيبقى احلى وانضف من بره واوفر بكتير. الكيس الواحد بيعمل معانا كمية محترمة، يعني بصراحة موفرة وحلوة. اتمنى الطريقة تكون سهلة وعجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله تعجبكم. استنوني في فيديو جديد من مطبخ احلى اكل الحبيب.